تعادل إيجابي. الأهلي يتمسك بحلم الدوري بصعوبة بالغة أمام بيراميدز. حسم التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. وحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في 7 من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز. في لقاء هو الأهم في الدوري المصري، بدا الأهلي غريبا، بلا مدرب وبلا أي أفكار. طريقة لعب يتخللها العشوائية على كل شكل ولون، لا روح ولا تحفيز. حالة فنية وحالة بدنية هي الأسوأ على الإطلاق، انعكست على القرارات الفنية للاعبين على أرض الميدان. تناقل بطيء للكرة في كل الهجمات والتحولات أمام فريق يلعب ب10 لاعبين من بداية الشوط الثاني. فوضى عارمة تجتاح حتى التغييرات الغير مفهومة للجميع، باستثناء تغيير اللاعب جراديشيار. مع كامل الاحترام لكل الأسماء، لا يمكن لهذه النوعية من اللاعبين أن يكون بديلا. فوسام أبو علي خارج الخدمة منذ فترة طويلة. على الناحية الأخرى ففريق بيراميدز يستحق الإشادة تحت قيادة مدرب صنع فريقا طموحا، استطاع أن يجاري الأهلي وفرض صرامة دفاعية على لاعبيه حتى تحقق الهدف، وكاد أن يفوز لولا روح الفانلة الحمراء التي تصفع دائما بأي أحلام للمنافسين في آخر الدقائق. من ناحية أخرى، علامات تعجب كثيرة على إدارة الأهلي في الملف المحلي. في خلال 8 سنوات من إدارة محمود الخطيب، خسر الأهلي 3 بطولات دوري و5 بطولات كاس، أي نصف عدد البطولات المحلية، 3 منهم بقرار الإدارة بالانسحاب.